حكاية حكاية البطل ديال الحكاية اليوم سميتو سعيد اللي كيخدم مهندس دولة. سعيد كبر في أسرة متواضعة، كان كيقرا مزيان وحياته كاملة دوزها في المدرسة العمومية. سعيد ملي كان خدام أول خدمة ديالو من بعد ما تخرج كان عرف واحد البنت خدامة معاه سميتها تورية. تورية كانت كتخدم مزيان وسعيد كان ديما كيبقى حاضيها وكيقول في خاطره تبارك الله هاد السيدة معقولة في خدمتها وكتحل رزقها. سعيد كان تقرب من تورية وبداو كيتلاقاو كل ويكاند لمدة 3 أشهر، حتى سعيد اقتنع بتورية وشاف فيها السيدة اللي غادي يكمل معاها حياته. المهم سعيد قرر يتزوج بتورية، وقبل ما يمشي يخطبها تورية قالت لسعيد راه ما كرضاش قدام بابا وماما، داكشي علاش بغيتك تكبر بيا وتجيب لي الذهب في الخطبة وكادوات زوينين. سعيد داكشي اللي دار، اصلا هو كيشوف ان داك الذهب والفلوس اللي غادي يخسر راه غادي تاخذهم غير مرته اللي كيشوف فيها النصف الاخر ديالو. نهار الخطبة سعيد جاب اخر ما كاين في الذهب والكادوات والحلويات. المهم كلشي داز زوين وتورية فرحت بزاف وقالت لسعيد انت احسن حاجة طرات ليا في حياتي. من بعد 6 شهور على الخطبة سعيد وتورية قرروا يتزوجوا، وتورية فرضات على سعيد باش يديروا العرس. وخا سعيد كان ما باغيش العرس وكان كيشوف دوك فلوس العرس يقدر يمشي يدفعهم في دار ولا يدير بهم شي تصافيره. المهم سعيد تقنع بفكرة العرس، وملي ريح هو وتورية باش يحسبوا شحال قدهم ديال فلوس العرس لقاو القضية واصلة ل 15 مليون سنتيم. تورية قالت لسعيد ماشي مشكل، انا نحط 9 المليون وانت عطيني غير 6 المليون. سعيد عجباته الفكرة ولو انه هو ما كانش باغي العرس. جا نهار العرس وداك الشي داز واعر، وتورية عجبها الحال قدام بنات خالتها وقدام بنات عماتها. الوالدين ديال تورية حتى هما عجبهم الحال بزاف قدام عائلتهم. ملي سال العرس سعيد وتورية مشاو للشمال باش يدوزوا شهر العسل ديالهم. المهم كلشي داز مزيان، وتورية رجعت سكنت مع سعيد في البارطمان اللي كاريها هو، وكانوا كيفيقوا كل صباح باش يمشيو الخدمة ديالهم. من بعد 6 شهور ديال الزواج سعيد شاف راسو خسر الفلوس بزاف وباقي كيخسر الفلوس بزاف. ناض سعيد ريح مع مرته وشرح لها المشاكل ديال الفلوس وقال لها خصنا نديرو واحد الحل اللي هو واحد يتكلف بالكرا وواحد يتكلف بالصير او المصروف، خصوصا ان سعيد ومرته كياخذوا تقريبا نفس الصالير. المهم تورية قنعات سعيد بانها غادي تتكلف بالصير وهو غادي يبقى يخلص الكرا والماء والضو والويفي. الايام دازت وسعيد بقى مكلف بالكرا ومرته مكلفه بالصير ديال الدار، حتى لواحد النهار سعيد قرر ياخذ دار بالكريدي لحقاش كان كيخلص 4000 درهم في الشهر ديال الكرا. داكشي علاش فكر ياخذ دار ويبقى يخلص الكريدي من شهر لشهر. سعيد كيف العاده مشى ريح مع مرته وشارك معها الفكره وحاول يقنعها، ولكن تورية كانت ضد الفكره على الجاد وقالت لسعيد باش عمرو يفكر ولا يجبد عليها هاد الفكره، لحقاش بالنسبه لتورية هاد الشيء حرام، والربا بالنسبه لتورية حاجه اللي حرام وحرام بزاف وما يمكنش ديرها في حياتها. المهم كيف ما العاده تورية قدرات تقنع سعيد بالفكره وقدرات تخلي سعيد حتى هو يشوف هاد الفكره ديال اشري دار بالكريدي حرام وما خصهاش الدار. سعيد وتورية ديما كانوا كيسافروا وكيمشيو لبلدان جداد وكيديروا ذكريات زوينه، خصوصا كانت كتعجبهم تركيا وكانوا كيمشيو ليها ديما، وبعض المرات كانوا كيمشيو غير ويكاند وكيرجعوا لدارهم. من بعد عام ديال الزواج سعيد غادي يعرف بان تورية حامله وغادي يفرحوا بزوج بيهم، خصوصا ملي عرفوا عندهم ولد لانهم بزوج بيهم كانوا باغين دري. قبل من الولاده بشهرين تورية دوات مع سعيد وقالت ليه راه غادي نولد وغادي نحتاج ماما تكون حدايا ولا قريبه ليا، داكشي علاش خاصنا نتحولوا لواحد الدار قريبه لماما وتما اصلا غادي تكون الخدمه قريبه لينا. سعيد بقات فيه مرتو بزاف ملي شافها متقله وحامله وقال راه عندها الصح، خاصنا نتحولوا نكونوا قراب لماماها اللي غادي تعرف كيفاش تعاونها. تورية قالت لسعيد راه كتعرف شي بنت صاحبتها يلاه كرات في واحد البلاصه قريبه فين باغيين يكريو حتى هما. المهم تورية قالت لسعيد راه لقيت واحد الدار زوينه وكبيره وراتها ليه، عجباتو بزاف خصوصا ملي قالت ليه راه غادي نكريوها غير ب 3000 درهم الشهر. سعيد عجباتو الدار وشاف راسو غادي تنقص عليه الكرا ب 1000 درهم وغادي يكري دار كبر من اللي كان كاري.
المهم توريا قالت لسعيد راه البنت صاحبتها كتعرف مول الدار وغادي تكلف لينا معاه بكل شيء. سعيد كيتيق مرته وحتى هي كتيق فيه، تفاهموا وسعيد عطاها الفلوس والامور مشات مزيان وكراو ديك الدار اللي قريبه لمامات توريا. المهم الايام دازت وتوريا ولدات وقرروا يسميو ولدهم سهيل، ومامات توريا كانت هي اللي مقابلاها وكانت كتجي عندها كل نهار حتى دازت 3 شهور. سهيل بدا كيكبر وتوريا رجعات الخدمه وكتخلي ولدها عند ماماها، وسعيد فرحان بولدو بزاف. المهم الكوبل ديالنا كانوا فرحانين بولدهم سهيل على الجاد، وكانوا ديما كيشريو ليه اخر ما كاين في اللعاب والحوايج. سعيد كان كيشوف في سهيل احسن حاجه طرات ليه في حياته، وكان ديما كيصلي وكيحمد الله على قبل داكشي اللي وصل ليه وعلى قبل مرته اللي عطاها ليه الله كإنسانة مؤمنة وكتخاف من الله وكتبغي راجلها على الجهد. المهم داز عام على الولادة ديال سهيل، وباباه وماماه داروا ليه عيد ميلاد كبير وفرحوا بولدهم فرحة كبيرة. سعيد كان مرة كيريح في واحد القهوة حدا الدار عنده. في واحد النهار كان مريح مع شي ناس ديال الخدمة، وكانت واحد البنت اللي بقات كدوي معاه بزاف على الخدمة، وهضره جابده هضره قال لها انا راه ساكن غير هنا قريب الخدمه وما عنديش المشكل باش نبقاو نتلاقاو مره في هاد القهوه باش نقادوا المسائل ديال الخدمه. ديك البنت جاوباتو قالت لي راه كنعرف واحد السيده خدامه معنا سميتها توريا حتى هي ساكنه هنا. سعيد ضحك وجاوبها قال لي هذيك راه مرتي وساكن انا وياها هنايا. البنت جاوبات سعيد وقالت لي هذه صدفه زوينه، راه توريا قرات معايا وبدينا بزوج بين الخدمه وطراو شي مشاكل وما بقيناش كندويو، واخا دوزت معاها وقيته زوينه وكديما كنجي نبات معاها هنايا في دارها. سعيد تصدم ملي سمع هاد الكلمه الاخرى وقال لها كيفاش كنتي كتجي تباتي معاها هنا، واش كانت ساكنه هنا؟ ديك البنت جاوباتو وقالت ليه راه توريا ملي بدات الخدمه كان شرات بارطما هنايا بالكريدي في هاد العماره وكنت كنجي نبات معاها ديما. سعيد في ديك اللحظه الوجع شدو من كرشو بكثره الصدمه، عاود سول البنت على رقم الدار والطابق ديال البارطما وجاوباتو بالتفصيل، ولقى البنت كدوي على الشقه اللي ساكن فيها هو دابا واللي كيخلص كراها. سعيد ناض ديك الساعه مشى عند المكتب العقاري المكلف بدوك الديور اللي ساكن فيهم وسول على مول الدار اللي كاري فيها هو، ولقى مول الدار او مولة الدار هي مرتو توريا، وهو كيخلص الكرا لواعد السيد اللي مكلفاه توريا. المهم سعيد كان كيخلص 3000 درهم للشهر لمرتو اللي كانت كتخلص بها الكريدي ديال دارها. سعيد ضاخ ودارت به الدنيا وكل شي ولا كيبان ليه كحل، ما عرف شنو يدير، واش يطلع عند مرتو ولا غادي يستقدر بها ولا يدير ليها شي حاجه خايبه. سعيد لقى الحل الوحيد هو يمشي عند دار والديه ويريح عندهم حتى يعرف اش يدير. سعيد بقى مصدوم لمده طويله وبقى كيفكر غير في ولدو سهيل اللي عزيز عليه بزاف، اما توريا ولات كتبان ليه بحال شي شيطان. سعيد لمده شهر ونص وهو بارك في دار والديه وحتى الخدمه دار ليها دوسي ميديكال وما مشاش ليها. من بعد داك شهر ونص ديال التفكير سعيد قرر يطلق مرته، وخا بقى فيه ولدو بزاف ولكن شاف انه ما كيتحملش المسؤوليه في هاد الطلاق، وشاف بان ولدو غادي يكبر وغادي يعرف كل شيء. الخيانه اللي تعرض ليها سعيد خلاتو يتبدل 180 درجه وعمرو يثيق في شي واحد. سعيد ولا انسان كيعيش بحال الروبو بسبب ديك الخيانه ديال مرتو توريا. الحكايه ديال اليوم سالات هنايا، وكيف ما العاده حنا ما كنقدروش نعطيو الراي ديالنا في اي حكايه كنوصلوها لكم، والراي كيبقى لكم نتوما. شنو بان لكم في هاد الحكايه ديال سعيد وتوريا؟